بغيت نشارك معكم هاد الكبسه ديال اللي كيديروا السواعده، صراحه كتجي غزاله وزوينه. بغيتكم تتبعوا معايا المقادير والطريقه، ان شاء الله غتعجبكم. هنا غنعطيكم المقادير ديال الكبسه. عندي هنايا الخيطات ديال الدجاج كيف ما كتشوفوا ها هما. اللي بغى يدير الدجاجه يديرها، اللي بغى يدير نص يديرها، اللي كيف ما حبيتو نتوما. عندي هنايا بصله مقطعه مشنفه هكايا نص دائره. عندي مطيشه وحده قطعتها مربعات. عندي هنايا الثومه. انا عندي الثومه هنايا دائما عندي في القناه كنوجدها، كتجيني سهله فما بغيتها كناخذها. كنعتذر على هذا الازعاج اللي عندي في الزنقه، ما عرفتش كيديروا. عندي هنايا قشور ديال الحامض. القشور ديال الحامض خديت حامضه وحكيت القشور ديالها كيف ما كتشوفوا، ها هي حامضه. خديت القشور ديالها ها هي، وهذه راه كتستعملوها فاش ما بغيتو. عندي هنايا معلقه كبيره ديال الصوص طوماط، يعني مطيشه الحك. عندي هنايا الملحه، وعندي القرنفل، وعندي اوراق سيدنا موسى. العطريه غتشوفوا معايا العطريه هنايا. عندي معلقه ديال البابريكا، يعني هذه فلفله حمراء. وعندي معلقه ديال الابزار. عندي قله وبسيبيسه عندي مطحونين، هي ما كتبغيش تكون مطحونه، كتبغي تكون صينه. انا عندي مطحونين، المهم اللي موجود ديرو. عندي هنايا الكمون، وعندي هنايا سميتو خرقوم عرق ديال الدار، ثومه بودره. عندي هنايا سميتو سكنجبير، وعندي اعشاب منسمه، وعندي الثومه بودره قلتها لكم. عندي القرفه، اللي ما عندهاش هذه دير عواد، هي من احسن ديروا عواد، انا ما عنديش موجود. وكديروا باديانه او هذيك عين الجمل، كل واحد كيفاش كيقولوا ليها. عندي هنايا كاس ديال الزيت اللي غنديروا في الطنجره. وعندي هنايا كيلو لاروب ديال الروز، هو كيجي بسمتي. اللي ما عندوش كيدير الروز عادي صافي. غادي منقي، غادي نغسلوه وغادي نصفيوه ونخليوه. غنغسلو ونصفيه وغنديرو دابا الوصفه. ناخذ طنجره وغندير فيها الزيت، غادي نضيف دابا الدجاج. غادي نضيف الدجاج هنا باش يتقلى في هذا الزيت هذا. غنقلب هذا الدجاج هذا. كنبقاو نقليوه حتى كيتحمروا. من بعد ما تقلاو غادي غنحيدهم وغادي نضيفوا البصله. ها هو الدجاج حيدناه، دابا غنضيف البصله. هنا من بعد ما شحرت الدجاج غادي نضيف البصله ومطيشه، نشحرهم شويه وغنضيف التوابل كامله اللي عندي. نخلي البصله حتى تدبل ومطيشه حتى هي تدبل حتى تشد اللون ديالها ان شاء الله. وغادي نضيف شويه ديال الماء باش ما يتحرقش ليا داك الزيت. من بعد غندير التوابل كامله بلا صوص بكل شيء، بنجم الهندي بالقرفه بكل شيء غادي نضيفهم.
نجم هندي قلت لكم اللي عنده يديروا، اللي ما احتكمش عليه ماشي مشكل، ولكن هو راه كيتباع ضروري، فيه كيعطي واحد لوغو زوين. غادي نروي حتى بالما طايب باش ندير الروز. ديك الساعات غادي نروي وندير الروز ان شاء الله. دابا كنتسنى في البصله ومطيشه حتى يطيحوا، عاد ندير العطريه ومن بعد نروي هنا ونخلي طاب الدجاج الدجاج، تيطيب. دابا هنا راه ها هو الدجاج حيدتو، عندي طاب. حيدت الدجاج طاب، ها هو. دابا غنديرو ندهنو بالزبده وندخلو يتحمر. وهنا زدت الماء اللي غنضيف فيه الروز. الروز هنايا غسلته وصفيته الصفايه، وغندير الروز يطيب. صافي نحركوه بحال هكايا ونسدو عليه ونخليوه يطيب. هنا خاص الماء يكون غالب على الروز، خاص تقريبا شي 3 الاصابع او 2 اصابع باش الماء طالع على الروز، باش يجيكم هو هذا كيتشرب ويجيكم طايب وما يجيش ناشف وفي نفس الوقت خضر يبقى يتغرزز. صافي دابا غنسدو عليه حتى يطيب، وغادي نديرو الدجاج يتحمر. هنا غادي ناخذ الزبده وناخذ هاد الفخيضات ونديرهم هنايا في هاد الطاوه هادي، نستفهم هنا في هاد الطاوه. وهاد الجنيوحات حتى هنايا. غناخذوا الزبده وندهنوها بحال هكايا بالزبده، ندخلوهم في الفران. هما راه طايبين، خصهم يتحمروا غير شويه ياخذوا اللون. صافي غادي ندخلوهم الفران يتحمروا وغنتسناو الدجاج تيطيب وغنقدموه ان شاء الله. والروز حتى هو ها هو طاب ما تشوفوا. ها هو طاب صافي. دابا غادي نطفي عليه ونحطو في طبق التقديم. دابا نحطوه بحال هكا. هذه هي الكبسه ديالنا، راها وجدات وصراحه كتجي غزاله، كتجي زوينه. هنا هاد الفخيضات حمرتهم وقدمتها، كتجي رائعه. بغيتكم تجربوها لحقاش هذه ديال الدراوش. الدراوش هما اللي كيديروا هاد الكبسه هذه. جا عفوا جا الروز يعني ما معجن ما والو، ها هو. من اللي لقى شي بهذاك قرنفله او ورقه سيدنا موسى كيحيدهم. كنتمنى الطبق ديالي ينول الاعجاب ديالكم، وما تنساونيش واحد لايك واشتراك وتعليق وتزوروني في القناه ديالي، لحقاش عندي وصفات اللي ساهلين واقتصاديين متناول الجميع. وندوقوا دابا نشوفوا هاد الكبسه هذه كيفاش جات. صراحه جات رائعه وبغيتكم تجربوها لحقاش كتستحق التجربه وما فيهاش مقادير بزاف، متناول الجميع. ومع السلامه مع فيديو جديد ان شاء الله.